فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاستمعوا إلى هذه القصة. كان هناك حمال يعيش في إحدى المدن، وكان طيب القلب إلى درجة أنه عاهد نفسه قائلا: كل يوم جمعة مهما كسبت من المال فسأوزعه كله على الفقراء صدقة عن روح أبي وأمي. وفعلا وفى بوعده، ففي أول جمعة عمل واجتهد، ثم وزع كل ما كسبه على المحتاجين دون أن يحتفظ لنفسه بشيء. وفي الجمعة الثانية فعل الأمر نفسه، فامتلأ قلبه طمأنينة وسكينة. لكن عندما جاءت الجمعة الثالثة انقلبت الأحوال فجأة. حاول طوال اليوم أن يجد عملا فلم يعطه أحد شيئا. انتظر من الصباح حتى المساء ولم يدخل جيبه درهم واحد. عاد إلى بيته متعبا حزينا يلوم نفسه لأنه لم يستطع أن يفي بوعده، وقال متألما: هذه الجمعة لم أستطع أن أرسل صدقة إلى روح أبي وأمي. ثم اضطجع مهموما فغلبه النوم. وفي تلك الليلة رأى في منامه رجلا ذا وجه مضيء